مرحبا. اليوم حلقتنا عن التغذية، عن الحياة الصحية، روتيننا اليومي، الغذاء كيف لازم يكون لحتى نقدر نحافظ على صحتنا. ومثل ما دايما بنقول نحن أهم شيء لنا هو جسدنا، لأنه نحن عايشين بهالجسد وماشي معنا كل العمر. اليوم معنا أخصائية التغذية جنى قبلان. جنى رح تشوفوها صبية حلوة، أنا افتكرتها جاية تلعب فوق ترى هي مينياتير ومحافظة على جمالها. رح تعطيكم كمان موتيفيشن لحتى تحافظوا على حالكم على جسمكم. أهلا وسهلا بجنى. أهلا فيك. ثانك يو. جنى المهضومة شو بحب تكون بنت هيك حلوة ومعلمة وفهمانة وركزة، اسم الله عليك. ميرسي. مهم. جنى نحن عنا انت صبية واكيد تابعة هلا متابعة الموضة اذا بدك، بيلاتس وماتشا وغريك يوغورت. اوكي، هودي الماشيين. 100%. خبرينا شوي عن الماتشا اول شيء. اوكي، نبلش بالاول. الماتشا بلشت من 1000 سنة بالصين. وهلا فاتت بالجيل الجديد باليابان، فهلا ترسخت بالجيل وبلشت عنا. هلا هي شو الفرق بينه وبين الشاي الاخضر؟ انه هي معموله من الشاي الاخضر، بس الفرق الشاي الاخضر بينعمل من نبته، بينقعوها وبيشيلوا الليفز بيصير عنا شاي اخضر. اوكي. بينما الماتشا بتنعمل بطريقه بياخذوا النبته كلها هي ذاتها بيطحنوها بيصير عنا ماتشا. هلا ليش هي هالقد ترندي؟ ليش كثير عالم عم تحكي عنها؟ لانه فيها كثير فوائد. يعني اول شيء الفوائد اللي فيها انه فيها كثير انتي اوكسيدنتس. الانتي اوكسيدنتس اللي فيها كمان في نوع منه اسمه كاتيكنز، اللي هن بالاخص اسمه نوع EGCG، اللي هو اول شيء بيحمي من الالتهابات، بيعمل وقايه من الكانسر، بيحسن من الهضم، وبيساعد كمان بيساعد الجسم انه يشتغل مزبوط. اوكي. الميتابوليزم يعني. واعلى بكتير كمان، موجود بكتير من الشاي الاخضر، فذاتس واي كمان كتير عم بيقولوا انه احسن من الشاي الاخضر. وكمان مفعوله اكثر بكتير من القهوه. يعني انت القهوه مرات ممكن تشربيها تحسي بعد ساعه خلص راح تعبتي صار عندك كراش. بس لما تاخدي انت الماتشا عم تعطي مفعول كتير قوي من وراء الامينو اسيد الفاينين، اللي هو بيساعد انه انت تركزي لوقت اطول وتكوني خلص مرتاحه، وبتعطي انرجي اقوى بكتير من القهوه. وبتلاحظي انت تحضيرها للماتشا كمان منه كتير انه على السريع على العجله، تحضيرها كتير رواق، بدك تخلطي وتحطي المي والهيدا، فكتير رواق، وشربها كمان ممكن يكون كتير رواق. هلا هل هي صحيه ولا لا؟ حسب كيف عم تنعمل. يعني في عالم بيقولوا لك ولا بحط لها بلوبري ولا بحط لها عسل ولا بحط لها، حسب انت شو بتحطي لها. يعني اذا حطيتي لها مثلا بس حليب مع ماتشا ومي، حليب اكيد تبع اللو فات اكيد. ايه، لانه هلا حسب كمان مثلا يمكن الجول شخص بده ينصح يمكن يحط الفول فات حسب. في ناس بدهم ينصحوا 100%، في ممكن يزيدوا يكون الحليب عندهم فول فات. هلا ليش بياخذوا ماتشا اذا بدهم ينصحوا؟ هلا حسب يعني يمكن للانتي اوكسيدان. هي حسب الواحد قد ممكن يحبها كمان، يمكن عالم ما تتقبلها. ايه انا ما تقبلتها ولا انا تقبلتها. نو واي. فممكن يزيدوا لها مثلا اذا بدهم يعملوها مثلا لو كالوريز، يحطوا لها محلي اصطناعي مثلا زيرو كالوريز، هي كمان ممكن تساعد شوي طيبه لتطلع طيبه اكثر. هلا كم فنجان في واحد يشرب بالنهار؟ هلا مثل القهوه، يعني لانه فيها كافيين اعلى كمان من القهوه. ماكسيموم فنجانين ل3 بالنهار ماكسيموم. واكيد اذا بيتاثروا بالقهوه ما بيعودوا يناموا بالليل، يفضل تكون قبل 5. اكيد 100%، لانه الكافيين كمان عالي فيها. هلا مثل ما عم تقولي اذا بتساعد ولا ما بتساعد بالوزن، يعني اذا انت اللايف ستايل تبعنا كله تخبيص وما عم ننام وستريس للماكسيموم، اذا شربنا ماتشا ما حننعب اكيد، مش سحر. فبنكون مظبطين كل شيء. والماتشا بتساعد شوي من وراء الكافيين والكاتيكنز، بتساعد على الماتشا غير المتة. لا غير المتة. لانه في ناس انه بيشبهوا بعض، معموله من الشاي الاخضر. انه في ناس متة وماتشا انه افتكروها اجنبناها يعني. اوكي. والبيلاتس يلي هلا اخذ عقل الصبايا، هل هو مفيد للجسم؟ هو حسب انت الجول تبعك. يعني اذا انت الجول تبع الشخص بده يظبط الفلكسبيليتي، المرونه، الكور سترينث، هالقصص، فيه يروح للبيلاتس. اذا شخص بده يبني عضل، بده يحسن يكون عنده قوه، يروح للويت تريننج. ما في اي احسن. فيك تجمعيهم اثنيناتهم سوا، وفيك ما تجمعيهم سوا، حسب انت شو بتحبي، شو الهدف تبعك. صح. اوكي. هو نوع من الستريتشنج. يعني هي قال لك كيف بلشت. هي بلشت من قبل، من 1920 كانت مبلشه مع جيرمان بيتي اسمه جوزيف بيلاتس.
بلشها بس يعني للعالم اللي بالجيش، للجيشيين اللي بيرقصوا، كرمال بس اذا صار معهم اصابه بس الجيش واللي بيرقصوا ايه شو هالتناقض ايه كرمال بس يكون عندهم مرونه اكثر وقوه اكثر اذا شفت الحال انصابوا. بعدين بس نقل على نيويورك وبلش يفتح، كمان كان اول شيء بس الهدف للي بيرقصوا بس مرونه وهالقصص، وبلش شوي شوي تنتشر ريفورمر بيلاتس ومات بيلاتس وهوت بيلاتس، فمن هون بلشت. والجريك يوغورت شو بيفرق عن اللبن العادي، وهل هو مفيد؟ ولما بيكون معه فواكه خبرينا عن هالموضوع. هلا هو كثير اخذ ضجه، كثير وما بدها هالقد، عن جد ما بدها هالقد. وخصوصي يعني في براندز انه فينا اذا ما لقيناها فينا نروح لبراندز ثانيه، يعني احنا معلقين على براند واحده بس في كثير براندز ثانيه، الا انه عاملين لها نيو باكجينج وهيك عم يعملوا لها دعايات. وهي لما بتعرفي الشغله اللي بلاحظها بالعالم انه وقت اللي بنقطع الشغله من السوق انه هيدي هي المنيحه، هيدي هي المنيحه مزبوط. عرفتي كيف؟ ومعنا في كثير براندز كثير احسن منها. هلا هي شو فكرتها؟ هي بس ينعمل جريك يوغرت كيف كانك انت لما تحطي لبن وتصفيه عم تعملي لبنه، هي نفس الطريقه بتنعمل، فبينشال منها بس ينشال هيدا منها المي، بخف اللاكتوز بخف السكر، سو العالم تنبسط فيها، بيكون اعلى بالبروتين. يعني احنا الفرق بينه وبين اللبن العادي بال100 جرام في تقريبا شي 9 ل 10 جرام بروتين، بينما اللبن العادي فيه 4 ل 5 جرام بروتين. فذات واي العالم يمكن تتحمس اكثر، يلا ايه عالي بالبروتين، يلا هات لناخده. اوكي. هلا شو المنيح فيه؟ لانه عن هذا المي اللي عم نشيله وعم نخف الكاربز وعم نخف السكر، اللاكتوز فيه عم بخف. فالعالم اللي عندها مشاكل باللاكتوز كثير مناسب لهم، بيكون كثير واطي باللاكتوز وغني بيساعد على تنظيف المصارين. ايوه فيه البروبايوتكس هن المعده، البكتيريا منيحه للمعده، فكمان كثير منيح للمعده. وغني بالكالسيوم والايودين، فكمان سورس كثير منيح. هلا اذا مش موجود عادي فينا نكفي حياتنا عادي، ناخذ لبن، ناخذ لبنه، جبنه، حليب، ما وقفت الدنيا يعني. وبالنسبه للي بحطوا فيهم فواكه، هلا هي تقريبا بال100 جرام في 10 جرام سكر، يعني ملعقتين ونص صغار مع الفواكه، يعني ما كأنه عم ناكل شيء صحي اذا بدك. لا هي بقول لك شو، يعني WHO بتنصح العالم انه يكون السكر المضاف عندهم اقل من 10% من الكالوريز تبعهم. 10% لنقول اذا حدا عم ياكل 2000 كالوري، 10% يعني بيطلعوا تقريبا 12 ملعقه او 16 ملعقه صغار. فانت مرقتي هول ملعقتين ونص صغار، عم نحكي طول بيحركوا فيهم الشاي، منا شيء. ايه فمنا اخر الدنيا. فانه بالعاده انت مثلا هلا اذا جبت اليوغرت المدني يعني عادي صحيه، صحيه منا يعني اذا مش موجود هذاك اكيد فيها نستخدم، بس كمان انه ما عم ناخذ السكر الابيض، هي عم تجي سكر من الفواكه مزبوط. فانه منه سكر مضر، مأذي، منه ما حيأذيكي هالملعقتين ونص اللي انت عم تاخذيهم بالنهار، عرفتي؟ هلا اذا انت مثلا شخص عم ياكل شوكولا وتشيبس وبروسيس او 4-5 من هيدي 4-5 ممكن نحكي بهالموضوع، بس ملعقتين ونص صغار بال100 جرام منا بيج ديل يعني. بما انه حكينا عن البروتين جنى، خلينا نحكي شوي عن الدايت اللي بيتبعوه اكثر العالم اللي هو الهاي بروتين. هل هو مفيد للصحه، بفيد كل العالم، ولا انه لازم نشكل؟ خبرينا شوي. هلا كثير هلا عم يطلع كل شيء هاي بروتين ديزرت، هاي بروتين ما بعرف يمكن فاصوليا، هاي بروتين ما بعرف، كل شيء عم يطلع البارز الدرينكس الديزرت، حتى هو الجريك يوغورت، حتى الجريك يوغورت بيزيدوا لهم مع البروتين. هلا ما في شك البروتين كثير منيح للتركيز، للعضلات، للمعده، للقوه، للسترينث، كثير منيح. بس في شيء كثير بننساه اللي هو الالياف، يعني اذا نحن ما بنعمل ميكس بين الالياف والبروتين ما حنستفيد. يعني مرات كثره البروتين بلا الياف ممكن تعمل كونستيبيشن، ممكن تعمل مشاكل بالمعده، ممكن يعني حدا يتضايق منها، ممكن كثير تكون مزعجه. بس لما نعمل نحن ميكس بين الفايبر والبروتين عم نسهل عمليه الهضم، عم نشبع اكثر وعم ننبسط بالاكل اكثر. يعني المشكله بالفايبر مثلا نحن يا دوب نوصل ل 16 جرام، نحن النيدز تبعنا لتسي وومن بين 22 ل 28 جرام، والمان 28 ل 34، فعم نوصل ل 16 هي ماشي. اوكي. شو فينا نزيد مثلا نحن على اكلنا؟ نحن لما بنقول بروتين يعني هن اللحمه، الدجاج، السمك، اللبنه، الجبنه، البيض، هول هن البروتين. لما بنقول فايبر شو هن؟ فايبر يعني مثلا عم نحكي سبانغ، فريك، حمص، عدس، كل شيء قمحه كامله، حبوب يعني خضره، هالقصص ممكن خضره بتفوت بالفايبر. بالفايبر
يعني نعمل نحن ميكس بين الفايبر والبروتين، هذا احلى ميكس. اوكي. ولما بنزيد عليهم النشويات، اذا النشويات كانوا عاليين بالقمحه الكامله بيكونوا عاليين بالفايبر، نحن بنكون كمان عم نزيدهم. اوكي. يعني ميكس بروتين وفايبر ونشويات وفات، هي هذا اللي لازم نعمله. يعني نحن ما فينا بس ناكل لحمه على 10 ايام او 15 يوم. منا اول شيء منا سستينبل، يعني ما اول شيء ما حننبسط ومنا سستينبل، يعني حتحسي منه اساس بالاخر. يعني 100% نحن بدنا ننبسط، بدنا كل شيء ان بالانس، بس هي. اوكي. الشاي الديتوكس اللي كمان هلا دارج بيبقوا مخلوطه يعني عده اعشاب وهيك لحتى نفقد من الوزن تبعنا. صح. بيفقدوا الوزن ولا بيضايقوا اكثر ولا بيعملوا مثل ارتخاء بالمصارين؟ انا بسمع كثير هالاخبار. صح. هلا هو اللي بيصير انه هو فيه شيء مضر للبول، يعني بيصير يفوتك على الحمام اكثر، ممكن يعمل لك نشفان، ممكن يعمل دايريا، ممكن بتصير تفوتي على الحمام زياده. اللي بتكوني عم تخسريه انت بهذا الشيء، عم تخسري مي وعم تخسري ستول، ما عم تخسري دهون اللي انت لازم تخسريهم. ومنا سستينبل، يعني انت لنقول خسرتي 10 ل 15 كيلو بالشهر، بالشهر 10 15 كيلو فينا ننزل هالقد بالشهر؟ صعبه. اذا عم نمشي سستينبل دايت وشيء كتير بسيط وحياه ماشي رواق، ما ابدا مش هيلثي. يعني اذا مشينا سستينبل ننزل بين نص كيلو لكيلو بالاسبوع، هذا هو الرقم المثالي اللي لازم ننزل. ايه انا هيك بعرف، يعني ماكسيموم كيلو بالاسبوع. صح. يمكن. وبالنسبه للشاي التنحيف كمان، نحن نزلنا هال 10 15 كيلو ووقفنا الشاي، حنرجع نرد هيدي ال 10 15 كيلو وزياده عليهم اكثر. فليه انا بدي تعب حالي وكون بمود كثير مش انه خلص العيانه نفسي، ما عم فوت كثير على الحمام، ما نفس اكل. هو بيلعن النفس. في عالم ممكن يصير عندها العيان مثل الابر اللي عم ياخذون، الابر التضعيف، نفس الافكت. نفس الافكت تقريبا. في ناس بيحسوا بالعين نفس وفي ناس لا. مزبوط. ايه. فذاتس ما بننصح فيه تقريبا نحن از دايتيشنز للعالم تاخذه. يعني بتخيل انا بتعرفي هول الاشياء يمكن لازم واحد ياخذهم اول فتره الدايت، يعني اللي بتكون صعبة كتير على الشخص لحتى يلتزم بالدايت، فبياخد هيدا الشاي لحتى يحس انه نزل وزن، بصير يتشجع. هلا هي ليكي وين، اذا في عالم بتفكر انه اذا اخذتهم وما زبطت اكلها هيك بيمشي الحال. لا، ما عم نحكي مع دايت. مع دايت اكيد. ايه. بس قصدي انه مع الدايت اول الجمعه 10 ايام بحس واحد بصعوبه، وبيوصل لاخر الاسبوع بيلاقي حاله ضعفين نص كيلو بينفقس. واذا كان ضعفين كيلو او كيلو ونص مع هالشاي بيتشجع اكثر انه يكفي. حسب ليكي يعني انا مثلا ما بوصفه وما بعطيه. ما اي wouldn't recommended لانه شايفه سايد افكتس عليه. لبعدين كمان حتى ممكن يصير مشاكل بالكولون بالمصارين. انا بعرف بيعمل ارتخاء بالمصارين لانه بيعمل دايريا، بيعمل اسهال، نشفان بالجسم. يعني انت عم تخسري فيتامينز ومينرالز بجسمك، فممكن كثير يأذي الجسم. فانا اي wouldn't recommend it. اوكي. في نظريه او دراسه بتقول انه الصيف فينا نتبع 80% و20%، يعني 80% الايام تبع الاسبوع فينا ناكل دايت، يعني صح. نتبع دايت معين، ونهارين بالاسبوع نفلت على ذوقنا. لا مش هيك. نفسرها كيف. يعني انت 80% مثل ما قلت 80% عم تاكلي مثلا لحمه، دجاج، طب حتى اكل بيت، ما بنوقف اكل بيت، فاصوليا، كبه، كل هالاكل بس بنخفف الرز مثلا، او بنخفف الكميه كمان اللي نحن ممكن ناكلها. بهال خضره، فواكه، كل شيء فينا ناكله. 20% لنقول اذا شي نهار عبالك تاكلي برجر او تشربي كوكتيل او تاكلي بيتزا او لوح شوكولا، ما عليه، فينا نمرقه، ما بنحس بعقدة ذنب. ما من اول شيء بنحس بعقدة ذنب وما نحرم حالنا. لانه لنقول مثلا شي نهار انت عبالك شوكليت بار، انت خلص بلا ما اكل هذا الشوكليت بار باكل جريك يوغرت، حتاكلي جريك يوغرت، من بعدها حتاكلي ناتس، من بعدها حتاكلي كيس شيبس، من بعدها حتاكلي فواكه، اخر شيء لتوصلي بس ما انبسطت، بترجعي تروحي بتاكلي شوكولا، تكوني جمعتي كالوريز ما لها عازه. افضل ان تاكلي هالقطعتين بلا ما تاكلي كل هول وما تنبسطي، تكوني ساتيسفايد، يعني 100% ترضي نفسك 100%. الفواكه بالصيفيه كثيره وكثير طيبه، فينا ناكل كذا نوع فواكه ولا الافضل انه نعتمد نوع واحد مثلا بالنهار او نوعين؟ انا نتفق الفواكه اول شيء كثير طيبه وفيها كثير الياف وفيتامينز ومينرالز ومي، بس هلا الحلو اللي فيهم انه شوي لو ان كالوريز، بس المشكله الكالوريز هن كالوريز، يعني احنا اذا اكلنا فوق الاحتياجات الفواكه اللي احنا عايزينها اكيد حننصح. فنتبع مثل ما كنا عادي، يعني مرتين 3 مرات بالنهار
فيك تاكلي فواكه كذا يعني نوع واحد ولا نشكل؟ انت فيك تشكلي يعني تاكلي بطيخ، تاكلي كرز، تاكلي خوخ، تاكلي دراء مع بعض. فيك مثلا تقسميهم انت مثلا ايه يعني مثلا سناك قبل الظهر شيء، بعد الظهر شيء، وعشية شيء، بس مش الظهر 2 أو 3 انواع. هلا فيكي مثلا اذا اكلتي نوعين الظهر ويمكن بالليل ما بقى يرجع على بالك، خلص تكون انت اخذتي احتياجاتك اللي انت لازم تاكليها. او حتى اذا انت شي نهار على بالك تاكلي الشوكولا يو كان هاف، بس انه ما نعملها عادي عنا، عرفتي انه اكلنا شوكولا خلص انبسطنا فيها. في ناس بيتبعوا دايت بس فواكه او بس خضره، قديش المده اللي ممكن انه يتبع هالدايت، بس يمكن مش ما تكون طويله تما تاذيه، ولا ممنوع؟ ليك هي كتير مأذية، يعني انت عم تتبعي دايت تقريبا بين 400 ل 800 كالوري، اللي هي مرات بتكون وجبه وحده. يعني انت عم تخيلي مثلا عم تقسمي نهارك 200 كالوري 200 كالوري 200 كالوري 200 كالوري، يمكن تضعف، مش يمكن حتضعفي لانك انت خففتي كتير وزن، بس حتضعفي مي، حتفوتي يمكن كتير على التواليت، ما حتكوني مبسوطه. يعني ما بينزل فات واحد بهالدايت؟ لا صعب. اوكي. يعني انت يعني لتنزلي فات وكمان بنفس الوقت بدك تحافظي على العضل بجسمك، بدك بروتين، بدك نشويات، بدك طاقه، فكله بالانس دايت هو نشويات بروتين فات. جنى، اذا واحد كان اوفر ويت او الوزن على الحدود، لما بده يعمل دايت عندك تنصحيه انه يعمل دايت ينزل وزن معين ليصير على لنقول حدود وزن مزبوط لجسمه، بعدين يعمل سبار، او بتنصحيه مع بعض يكونوا الدايت والسبار مع بعض؟ انا بنصح اثنين سوا. لانه انت لما تبلشي الجيم، خصوصي على العالم كتير اوفر ويت، هن بيكون مخزن، في عضل مخزن بجسمه، نسبة الحرق عندهم بتكون عالية. يعني حيلا حركة زيادة ممكن يحرقوا أكتر ويضعفوا أكتر. فأكيد بشجع أنه يعملوا سبور. أي نوع سبور؟ المشي والهول الكارديو يعني؟ بفضل الويت تريننج أكتر. فينا نعمل كارديو، الكارديو كتير منيح، بس الويت تريننج لأنه حيعلي لك نسبة الحرق بجسمك وحيحافظ لك على العضلة بجسمك. طيب ما سوري، بس ما بيجمع الفات مع العضل، يعني ما بيعملوا هيك مثل طبقات؟ هيك كثير عالم بتفكر هيك. هلا انت لما تكوني بشيء اسمه كالوري ديفيسيت، او لما تخففي الكالوريز انت عندك بالاكل، هول حالهم بينزلوا دهون، بنفس الوقت انت عم بتحافظي على العضله. انت حتنزلي دهون بس حتكوني عم بتحافظي على العضله، ومرات ممكن تزيدي عضل بجسمك. اوكي. فاثنيناتهم سوا اتس ا بيرفكت كومبينيشن. اوكي. البلوكاج خبرينا شوي. انه وحده بتنزل وزن تنبسط انه نزلت 5-6 كيلو، مثل ما انا صار معي، نزلت 7 كيلو بشهرين، وهلا خلص وقف جسمي، ما عاد عم بنزل ابدا، مع اني بعدني يعني ايام كثير بنام بلا عشاء، ايام بقفي يعني بقفي وجبه او بخفف كثير من الوجبه، يعني بلاقي حالي خلص شبعت بوقف. بس بلوكاج مع اني ما عندي اي، يعني عامله فحوصات الغده، عامله كل فحوصاتي. هلا اللي بيصير انه بتكوني انت لك فتره ماشيه على دايت معين، بتكوني ماشيه على نفس الكالوريز اللي انت عم تمشي فيها، فجسمك خلص بيكون تعود على هذه الكالوريز اللي انت عم تاكليها، اوتوماتيكلي ممكن يعمل شيء اسمه بلوك. هلا ممكن مش بس هيك، ممكن يكون في مشاكل مثلا بالهرمونات، مثل ما انت كنت عم تقولي قبل شوي، انت مثلا هلا بين البري مانوبوز والمانوبوز، فالهرمونات بيكونوا عم بيتلخبطوا، بيأثروا كمان شوي على تنزيل الوزن. حتى مثلا اذا عالم عندها PCOS، عندها هالامراض كمان اللي فيهم هرمونز. يعني شو هن PCOS؟ يعني التكيس على المبايض. كتير ممكن كمان صعب عليه انه ينزل الوزن، ممكن جسمه فجاه يعمل بلوك. فبتصيري بدك تعملي alternating بالدايت. يمكن مثلا فجاه، مش فجاه، انه اقول لك مثلا طب هات لنجرب نوع ثاني من الدايت، ممكن شوي يعمل لك alternate بجسمك، يعرف انه في شويه فرق، مثلا نخفف شوي اقل من الكالوريز انت عم تاكليها، او نزيد شوي. بهالحاله مثلا فينا نعمل لنقول نهارين خضره بس، او نهارين فواكه بس مثلا؟ لا، مثلا بقول لك مثلا هات نجرب الانترميتنت فاستنج، او مثلا نعلي شوي البروتين، نخفف شوي كاربز، اعمل الترنيت بالاكل اللي انت عم تاكليه. اوكي، بدنا نغير الطريقه، نغير يعني النظام شوي. ما فينا انه 4-5 ايام نرجع نفلت على الاكل ونرجع. لا، هيك ما في شيء، ما في. اذا فلتي حترجعي تفوتي بدوامه اوفر ايتينج، وتحسي حالك بالذنب، وخلص لازم اوقف اكل على الجمعه. هيدي بتصير خلص ريست، انه مثل سايكل. اوكي. فهيك بتحسي حالك لا، انه خلص مشيتك على شيء ثاني، بنفس الوقت انت بعدك عم تاكلي الاكل اللي بدك اياه يعني. اوكي جنى، انا انبسطت كثير بالحديث معك، معلوماتك كثير هيك هينه وبتوصل دغري للمشاهدين، ان شاء الله يكونوا استفادوا مثل ما انا استفدت. كلمة أخيرة للستات أو الصبايا أو حتى الرجال يلي بيحبوا يحافظوا على وزنهم ويتبعوا نظام أكل صحي.
اول شيء it's all about balance. يعني اذا نهار لنقول اكلنا برجر، مش نجي تاني نهار نوقف اكل كومبليتلي، بنكفي اللي كنا عم نمشي فيه بشكل طبيعي. ونكفي حياتنا عادي، نكون مبسوطين مرتاحين. اذا بدنا ننزل على البحر نروح ناكل اللي بدنا اياه على البحر، فينا ناخده شيرينج مثلا على البحر، بنبسط بوقتنا. ما نعتبر الدايت شيء مفزلك وبدي اروح جيب الدايت. الدايت فيه يكون انت واكلك بالبيت، يعني ما ضروري تروحي مثلا ضلك بدي اجيب كينوا وبدي اجيب ما بعرف اسبارجس، انه فينا ناكل برغل، فينا ناكل فريكي، في يعني في كثير اوبشنز نحن ممكن نعملها، يعني ممكن نعملها لنحافظ على الوزن او ننزل وزن بطريقه مضبوطه. وشو بتقولي لهم للصبايا يلي كتير بيتاثروا هلا بالسوشيال ميديا وبالضعف؟ عم نشوف كتير انه ماشي صار في هوس بالضعف. اول شيء ما كثير نتبع على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا كثير بتغر. ممكن حدا عم يعمل فوتوشوب، ممكن ما يعرف هذا الشخص شو عم بيصير معه ديب داون. يعني يمكن مبسوط كثير ضعفان، بس يمكن في كثير مشاكل مع هذا الشخص عم بتصير من وراء هذا الضعف. فالبنات الصبايا اللي بدي اقول لهم انه شوفوا انتم شو بترتاحوا وانبسطوا باللي انتم عم تعملوا، ما حبوا جسمكم، حبوا حالكم 100%. ما تتبعوا هيدي الموديل شو عم تعمل، هيدي ما بعرف شو عم تعمل، تبعوا انتم شو مرتاحين مع حالكم بس. ميرسي لك جنى. ثانك يو لكم. صبايا، ستات، شباب، جسمنا اكيد بيتطلب منا كثير عنايه، والعقل السليم بالجسم السليم اكيد، بس مثل ما قالت جنى ما بدنا نضلنا متابعين شو بيعملوا المودلز الفنانين، ما بدنا ننهوس بقصة انه نكون كتير رفيع، لانه في كتير امراض عم تسببها، وعم بتسبب لنا كتير كمان حالات وفاة. عم بيصير عندهم اكتئاب قوي، ان كان بينتحروا او بيصير عندهم بوليمي واشياء كتير تانية كمان بتأثر على جسدهم. انتبهوا على حالكم، حبوا حالكم مثل ما انتم، المهم انه صحتكم تكون منيحة. الله معكم.